السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية جميع الإخوان اليوم نقدموا طريقة ديال تقديم بيتزا لطائر الحسون. هانتوما كي كتشوفوا هذه هي بيتزا، بيتزا تاع طائر الحسون. غندخلوا غادي نقدموها للطائر. سير هانتوما كي كتشوفوها الإخوان، هذه كتسمى زهرة الشوك الجرنيج. هذه زهرة الجرنيج، بصحة وراحة كبيدة بيتزا بصحة وراحة. هذه زريعة الجرنيج الرومية، هذا النيجير البراقة. كتشوفوا زهرة الشوك البنفسجية، زريعة الشوك الإخوان، زريعة الشوك مبللة في الماء لمدة 16 ساعة. هذه الزرنيج الرومي البلدية كي كتشوفوا حتى هي تتكون تتبلل بالماء. هذه زريعة الهندباء البرية، كنقولوا لها حنا التفاف. هذه بيتزا ديال تمكنين. وتحية لجميع الإخوان. هانتوما الإخوان، هانتوما ما يحبوش هاد الحبوب المستوردة بحال هاد الجرنيج والزوان البراقة، ما يحبوهاش. هانتوما شوفوا الإخوان، يموتوا على هاد زهرة الشوك البنفسجية وعلى الهندباء. بصحة والراحة الكبيرة. هاد الأنثى تاع طائر الحسون هي اللي كنقولها الكبيدة الإخوان. شنو بغيتي؟ بغيتي زيت الحار الفلفلة؟ كلي مع راساتك بيتزا، الا بغيتي تاكلي مع راساتك. زيت الحار والفلفلة راه ما نعطيها لك حتى نعطيها لك مع الحريقة حتى ل 15 في ديسمبر ان شاء الله. الإخوان لتفادي جميع الأمراض تاع الأمعاء عند طائر الحسون، يا إخوان خص تقدموا الحبوب الطبيعية. ضروري تقديم الحبوب الطبيعية الإخوان. هاد نبتة الشوكة الإخوان ضروري كنفزقوها في الماء مدة 3 سوايع أو 4 سوايع، ومن الأفضل يكون أكثر من 4 سوايع حتى 10 سوايع تفزقها في الماء. هانتوما كي كتشوفوا هي هاد النبتة، هي كتفزق في الماء حتى تقدم للطائر. بعض الإخوان تيسولوني تيقولك علاش كتقطع هاد الحبوب بحال هاد الزهرة، بحال هاد نبتة الهندباء، تيقولك علاش كتقطعها بهاد الطريقة. انا راني نقطعها بهاد الطريقة، ما نقطعش النبتة كاملة باش نستافد منها، من النبتة نستافد منها عدة مرات. يعني نبقى نمشي ليها كل 3 ايام نمشي نقطع منها النبتات اللي تيوليو طريين. الا قطعت النبته كامله يلا تنستافد من بعض الحبوب اللي تيكون فيها طريين. لا كذلك بالنسبه لهاد نبته زهره الشوك البنفسجيه حتى هي نفس القضيه. كنقطع غير هذيك الزهره اللي كتكون طريه باش نبدا نستافد منها عده مرات.
الا قطعت النبته كامله ما كنستافدش منها الاخوان كامله. بالنسبه لهاد الجرنيجه، هذا تاع الجرنيجه، تزريع الجرنيج هي ديال الاخوان. ها هي وربي يوفق الجميع.
سبحانك يا الله. ربي يسخر لكل واحد.